السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة حلاوة أكلنا. ولو أول مرة تشوفيني أنا اسمي ندى الحديدي. النهاردة آم، كان الجو ساقع شويتين والدنيا بتمطر كلنا طبعا عارفين، فقلنا بقى ايه نعمل وصفة كده نفتح فيها الفرن. فعملنا مع بعض صينية سمك حلوة جدا وطعمها حلو جدا وسهلة وسريعة وكلها فوائد. انا عاملاها بسمك المكريل، وسمك المكريل كله فوائد طبعا للاطفال علشان الاوميجا 3 للذاكره وكده. برضو للحوامل حلو جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض، يلا بينا. انا عندي الخضار بتاعي، انا جايبه بصل مقطعاه شرايح، وعندي ليمون بس كميه تكون حلوه شويه، يعني مثلا 5 6 ليمونات كده، وعندي توم هرساه وطماطم وجزر وفلفل. الجزر بشراه، اما الطماطم والبصل والفلفل انا مقطعاه شرايح، وكام فلفلاية حامية كده لزوم الدلع بقى، يعني تمام. تمام، هننزل بالخضار بتاعنا كله كده في البولة بتاعتنا، البصل والفلفل والثوم والطماطم والجزر. تعالي بقى اقولك هنعمل ايه تاني. بصي بقى، الفلفل الحامي هنسيبه للاخر، هنشوف هنعمل بيه ايه. هنحط الليمون بتاعنا، وبعد كده نحط كمية الملح اللي احنا، يعني كل واحدة عارفة كمية الملح اللي بتحبها قد ايه. يعني في ناس بيحبوا الحاجة مالحة شوية، في ناس بيحبوا الحاجة مظبوطة وكده، وفي ناس ما بيحطوش ملح خالص طبعا، اللي هم مرضى الضغط وكده. هنحط بقى شطة، انا حاطة معلقة صغيرة، وهنحط معلقتين صغيرين من الكمون، لان السمك بيحب الكمون وبيحب الليمون جدا. معلقتين كده صغيرين من الكمون. وبعد كده هنعمل ايه، بصي بقى. انا من النوع اللي بحب كل حاجه اعملها بايدي، بحبش احط الخضار في الكبه واضربه واستسهل الموضوع، لا. بصي لما تعمليها بالطريقه دي، حراره ايدك مع الضغطه اللي انت بتعمليها على الخضار ده بتخلي العصاره بتاعه الخضار تنزل، وبالتالي لما تيجي تحطيه على الاكل بتاعك هتلاقي طعمها حلو جدا. يعني الحركه دي برضو ممكن حلوه جدا تعمليها مع صينيه البطاطس، يعني الطماطم والبصل تعمليها بنفس الحركه كده مع صينيه البطاطس، وتحطي معاها البطاطس وفي الفرن بتبقى رهيبه. هنجيب بقى السمك بتاعنا بعد ما خلاص ضربتها بايدي كويس، هحط عليها شويه بقدونس صغيرين كده، وهنبتدي نجيب السمك بتاعي. السمك بتاعنا جايباه ماكريل زي ما انتم شايفين كده، منضفه بطنه زي الفل، وحاطه ورقه فويل في الصينيه، وبعد كده ورقه من ورق الزبده علشان خاطر الفويل ما يلمس السمك بتاعي. دي طبعا البطارخ بتاعه السمك انا مش هرميها، انا بحبها جدا، فاسيبها كده في جنب واحط عليها شويه خلطه، وفي الاخر انا هاكلها مع نفسي يعني بحبها جدا. بعد كده هنحط الخلطه بتاعتنا اللي احنا عاملينها دي على السمك زي ما انتم شايفين، وطبعا هحط سمكيه عكس عكاس عشان خاطر الصينيه تساع السمك بتاعي، وتوصي في الخلطة شوية عشان خاطر السمك يطلع طعمه حلو. الخلطة دي بتترميش، احنا طبعا بناكلها مع الرز كده بتبقى طعمها حلو جدا. طبعا تعملي بقى جنب شوية رز سمك او رز ابيض براحتك خالص. زي ما انتم شايفين كده انا كده خلاص حطيت الكمية كلها، وهاخد بقى شوية كده احطهم على شوية البطارخ اللي هناك دول اهو. شكرا جدا لكل اللي اشتركوا عندي جداد، ربنا يخليكم ليا يا رب، وشكرا جدا لكل اللي متابعيني ودايما بيعملوا لي لايكات حلوه، بيعملوا لي كومنتات حلوه، ربنا يخليكم ليا يا رب. زي ما انتم شايفين كده خلاص حطيت الكميه كلها، وبحاول بقى اظبط كده الصينيه بتاعتي بس كده. دلوقتي بقى هنعمل ايه، هنجيب الفلفل الحامي بتاعنا، وهنحط واحدة كده على كل سمكية، واللي بيحب ياكلها ياكلها، واللي بيحبش الحامي ما ياكلهاش، تمام. وليمونة هنا وليمونة هنا، يعني بنعمل منظر كده على السمكية بتاعتنا. تمام. تمام، بعد كده هنجيب الفويل بتاعنا، بس اظبط بس الورق الزبدة عشان خاطر ما يتحرقش مني، وهغطي السمك بتاعي كويس جدا، واحكمه شوية عشان خاطر لما احطه في الفرن يستوي معايا بسرعة اهو. تمام كده. بعد كده بقى طبعا هروح احطه في الفرن، ما بياخدش معايا وقت كتير، يعني تقريبا ما بياخدش كتير لان السمك بيستوي بسرعه، يعني ممكن ربعايه كده ويكون استوى، ربع ساعه بالظبط يكون استوى. هروح احطه في الفرن، والفرن بتاعي يكون حامي عشان خاطر السمك بتاعي ما ينشفش. لو الفرن بتاعك بارد هيبقى السمك هيبقى مطلع يعني مجلد معاكي شويه، مش هيبقى طعمه حلو، فالفرن لازم يكون حامي. وبعد كده طبعا اول ما يستوي وخلاص هو تمام، هولع عليه الشوايه من فوق تديله بس لون كده من فوق حلو. ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. طبعا الصينيه طالعه شكلها حلو، وطعمها كان حلو جدا.
طبعا انا عارفه ان الستات كتير بتعمل الوصفه دي وبتعرف تعملها، بس احنا يعني بنعمل برضو البنانيت الصغيره اللي برضو لسه ما بتعرفش تعمل السمك، برضو عايزه وصفه سهله وسريعه. الوصفه دي حلوه جدا وهتعجبكم. طبعا الوصفه بتاعتي خلاص خلصت، هشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. اشوفكم المره الجايه على خير. سلام.